ابرز اللاعبين بالنسبه. والحكم الى قال هذه ضربه جزاء فاعتقد بانه حكم في المباراه. هي طرد بانون، طرد كان ظالم، احتجاج كان طبيعي، وضربه جزاء خياليه. اذا على العموم سيناريو محبوك للحكم لاقصاء المنتخب المغربي. اذا 5 دقائق لم تحتسب. المنتخب التونسي استفاد من قرارات ظالمه للحكم الموريتاني. اذا على العموم تنتهي هذه المواجهه على ايقاع يمكن اقول بانها ما زال تحكيميه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. للاسف نحن في سنه 2015 وما زلنا نتحدث عن الامر. اذا مشاهدينا الكرام اشكركم على حسن المتابعه، واتمنى ان القاكم. نشاهدوا الان الصوره للشرطه. اذا على العموم احييكم والسلام عليكم ورحمه الله.